السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ احوالكم طيبة؟ يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كدوزو هاد الايام ديال رمضان، الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويوفقنا لختم القرآن وجعلنا واياكم من العتقاء من النار، بلغنا ليلة القدر على وجه الذي يرضيه عنا. اليوم بغيت نهضر لكم على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثمرات ديالها، ومنين تنذكروا الله عز وجل اشنو كيوقع، و يعني كيفاش ان الله سبحانه وتعالى معظم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، كيفاش كيحب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل هو الأجور العظيمة مني كنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومفاتيح الخير اللي كتبان لينا. وسبحان الله، من حب الله عز وجل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي حاجة بسيطة غير تقولها، ولكن الأجر ديالها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن كنشوفوا الثمرات ديالها في الحياة ديالنا الدنيا، وعاد الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وباش نطبقوا هاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي في أي صيغة كما قلنا ماشي مشكل، ولكن الأفضل والأكمل هي الصلاة الإبراهيمية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختارش أي صيغة، اختار هاد الصيغة هذه بالضبط، اللي هي صيغة يعني مباركة. وشحال من واحد فينا راه شاف النتيجة والثمرات ديالها على الحياة ديالو، ومن اللي باقي ما دارهاش وباقي ما شافهاش، راه خسر واحد الخسارة كبيرة بزاف، محروم بهذا اللفظ، محروم. ولو موفق من وفقه الله عز وجل، يدارك أنه يتمتع بهذه النعمة وبهذا الحلاوة ديال الذكر ديال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم، جاوب الصحابة رضوان الله عليهم، وقال لهم قولوا يعني بصيغة الأمر، قولوا شنو غادي يقولوا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكاينه الصيغه اللي فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني الصلاة الإبراهيمية راه هي اللي كنقولوا في التشهد الأخير ملي كنساليو من الصلاة، كنقولوا التشهد الاخير. هذاك التشهد الاخير طويل هو الصلاه الابراهيميه، حيت كاين ناس اللي ما عارفينوش او اللي كيقلبوا على عادي يقلبوا عليه، راه هو اللي كتقولوا في الصلاه ملي كنساليو التحيات، نساليو التشهد، كنقولوا الصلاه الابراهيميه. هذيك الصيغه بالضبط هي اللي كيحدث بها العجائب وتفرج بها الهموم والغموم، وتغفر بها الذنوب، وتحقق بها الدعوات وتستجاب بها، والمستحيلات كتولي حقيقه، والله قادر على كل شيء. هذا هو المختصر المفيد. الله قادر على كل شيء في رمشة عين. هادشي كيبقى اتخاذ اسباب، وبطبيعه الحال خاص يكون الاخلاص واليقين بعد التوبه من الذنوب، حيت كاين الذنوب التي تحول بيننا وبين التمتع بنعم الله عز وجل في الحياه الدنيا ولا بالاجر ديالها في الاخره. يعني الانسان يتوب الله توبه نصوحه، يكثر من الاستغفار، يمسح. ولو ان راه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الملك راه يكفى همه ويغفر ذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي فيها استجابة الدعاء وفيها مغفرة الذنوب، يغفر ذنبه سبحان الله العظيم، يكفى همه. يعني ديك الحاجة اللي انت هز ليها الهم، ولا انت اللي هز ليها الهم وبغاها تحقق وما وصلتيش ليها، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذيك الذنوب اللي قهراك ومخليكش تعيش واحد الحياة مرتاح فيها، ما تكونش علاقتك بينك وبين الله واحد العلاقة اللي زوينة، تغفر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان يتوب الله عز وجل. هذه فرصة ديال الشهر، هذا الشهر المبارك ديال رمضان، كتكون القلوب سبحان الله القلوب قريبة لله سبحانه وتعالى، ان الانسان تيكون اليوم ديالو كامل هو في عبادة الصيام. يعني راه الانسان نهارو في عبادة وليلو كذلك راه في عبادة. ملي كيكون الانسان تيصلي التراويح، كيقرا القران، يعني افضل عباده عند الله سبحانه وتعالى هو الانسان تيكون يعني عبد الله عز وجل وهو في ذكر. يعني انت صايم ولا صايمه واللسان ديالك لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. افضل عباده هي اللي كيرافقها ذكر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. دابا الا عطينا غير مثال، اي ام ولا اي اب، خصوصا الام، يعني كيكون عزيز على ولدها ولا بنتها بزاف. المثل اللي كيقول
التمره اللي كتعطيها لولدي حلاوتها كتوصل لحلقي. يعني من كثرة حب الام او الاب لوليداتهم، هذيك الحلاوه ديال ديك التمره اللي عطيتي لولادهم كيحسوا بها الوالدين في حلقهم. هذا غا علاقه الوالد ولا الوالده مع وليداتهم، فما بالك بحب الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله المثل الاعلى. الله عز وجل من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملي كنذكروه كتنزل علينا الرحمات، البركات، المغفرة، تحقيق الرجاءات والأمنيات. يعني كتشوف واحد كتغير الحياة ديالك. بالنسبة للناس اللي كيكونوا كيذكروا أو كيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة وكيشوفوا أن بعض المرات ولا في شي حاجات كتوقع لهم عكوسات، كأن كتوقع لهم اصطدامات أو تفرقة بعلاقات. مثلا كتكون عندك شي صاحب قريب عليك وقع بينك وبينها خصام بعدات، او شي ناس كنتي كتواصلي معاهم ما بقاوش كيتواصلوا معاك، يعني بحال قول حدوا العلاقه. فيها خير في الفتره ديال الصلاه عليه وسلم، وقع هكا فيها خير، حيت حتى البركه ديال الصلاه عليه وسلم. تخيلوا حتى الناس اللي ما فيهم خير او فيهم حسد، واخا يكونوا كيبين لك في الظاهر ديالهم انهم تيتعاملوا معاك مزيان وكيبغيوك من قلبهم، ولكن القلب كما تنقولوا فيه ضغينه، كيبعدهم عليك الله عز وجل سبحان الملك. وكتجي كيسخر لك الله عز وجل الناس اخرين مزيانين تيتقربوا لك، كيتقربوا لك الناس مزيانين كيبعدوا لك الناس الخايبين. منين كتكون كتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبان لك عكس او وقع مشكل، عرف ولا عرفي بان هذاك المشكل اللي وقع كان يوقع اسوأ منه لولا فضل الله عز وجل ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت ولا انت راه شفتي ما هو اهون. يعني سبحان الله العلي العظيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحد الفرج، واحد تيسير بعد عسر، واحد السعة بعد ضيق، ما خصناش نفرطوا فيها. كنقولها ونعاودها، خذوها كنفس تنفسوا بها. لا قدر اذن يتنفس كما كتنفس الاكسجين، تنفس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغتشوفوا البركة في الحياة ديالكم. الا كانت غير صلاة وحده كيصلي عليك الله بها 10 صلاة وحده. تخيلوا صلاة الله عز وجل علينا هي الرحمة، صلاة وحده يصلي عليك الله عز وجل بها 10، يعني 10 د الرحمات غير الوحده. فما بالك عليك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 هي 100، ولو كيصلي على الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 هي 1000. فما بالك تخيل ما حدك انت كتزيد والرحمات كتكثر، والرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. اكيد رحمة الله سبحانه وتعالى كتفتح بها المغاليق، كتفتح بها المغاليق. واش رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل عليك بالعشرات بالمئات بالالاف وغتبقى في ضيق وهم، غتبقى مكروب، تبقى مكتئب، تبقى تعاني من الامراض الروحيه، تبقى تعاني من مشاكل وضيق الحال، تبقى تعاني من التعطيل من العمل او من الزواج او عدم وجود الذريه. حاشا ولله. باب فرج بالصلاه عليه وسلم. وعاد تتكون يعني ممن يحق لهم شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. ماشي شي حاجه اللي كل شيء كيتسناها، اي مسلم كيتعلق يتسنى ديك الشفاعه ديال النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. امر ميسر. شوفوا رحمه الله سبحانه وتعالى وكرمه بذكر شحال ديال الاجور، شحال ديال الحسنات، شحال ديال التفريجات، شحال ديال التحقيقات ديال الرجاءات بصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا كيبان لك فضل ومحبه ديال الله عز وجل لرسوله الكريم، يعني كيكون الجزاء عليها كبير. سبحان الله العلي العظيم. ولو موفق من وفقه الله سبحانه وتعالى اكيد. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما كرهتش نكمل معكم بزاف، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم راه كلها بركه وكرم، ما كفيش فيها لا دقيقه ولا 10 دقائق ولا 20 دقيقه ولا ساعه ولا ساعتين ولا حياتي كلها. المهم هذا غير اللي بغيت نوصل لكم من قلب محب لجميع الناس اللي باغيين الخير، والدال على خير كفاعله. بغينا الاجر لينا كاملين نؤجر تحت فينا ما يتحرم من هذا الاجر. وما تنساوش الاشتراك والبارطاج واللايك باش يطلع القناه ويستافدوا مننا ناس اخرين، والله يجعلها خالصه لوجه الله الكريم وابتغاء مرضاته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.